قلنا هنزرع النعناع بطريقة الري الذاتي. تمام. وريكم قبل كده النعناع بتاعتي اللي انا كنت زارعها، ودلوقتي نفككها ونزرعها في كذا بوت. شفتوا بس اهم حاجة النعناع عامل ازاي من جوه؟ كان حتة عود واحد في خلال شهر ونص، يعني زرع تزريعة رهيبة، كان عود واحد. فاحنا هنزرع بقى كل ده في 3 4 5 على حسب ما يجي. كل عود هنزرعه في بوت معين لوحده. بسم الله. هنوريكم الطريقة علشان ايه تعملوا زيي. بصراحة هي كانت أفضل طريقة. جربت النعناع قبل كده، كان بينشف وكان بيموت وكان بيحصل عفن في الجذور، وما كانش بيبقى بصراحة بالنضارة والجمال ده. بسم الله. أنا كنت زرعها قبل كده في ترابة طينة لوحده، بس كان كنت حاطط فيه شوية سماد خفاف. دلوقتي هنزرع في ترابة مختلفة. بسم الله. ده كان العود الأساسي اللي كنا زارعينه ودول إنتاجه، فاحنا هنرجع نزرعه هو نفسه في البوت ده. الطريقة زي ما وريتكم قبل كده، خرمنا ونربطها، ننزل طرف منها، نحط الترابة بتاعتنا، ونزرع. الترابة المرة دي طين على رمل، تراب على رمل. الترابة السمراء بتاعتنا العادية وعليها رمل. المرة دي عملتها تربة خفيفة علشان نعرف نفككها بسهولة بقى ايه، على عكس قبل كده. وعشان تطلع بسهولة برضو تاخد راحتها. وادي النتيجة المرة دي. أظن واضحة يعني. نحط المية لغاية هنا زي ما قلنا، ونسيبها هي تسقي نفسها بنفسها، تسحب المية من تحت، والجذور بتنزل برضو من تحت زي ما قلنا قبل كده، زي ما وريتكم، وبتشرب بقى لوحدها. حط المية تحت وتنساها، متشغلش بالك بمية، متشغلش بالك بقى ايه عطشانة ولا المية زيادة ولا المية ناقصة ولا أي حاجة من الكلام ده خالص. احنا هنكبس بس التربة علشان ايه تاخد راحتها. وبعد ما نزرع الباقي كله هبقى اعمل لكم فيديو بقى ايه بعد كام يوم كده، وافرجكم اشتغلت ولا ما اشتغلتش، نفعت ولا ما نفعتش. بس هي نفعت معايا قبل كده وهتنفع تاني. مع الف سلامة.